السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد وهنعمل معاكم بقى فسيخ الايه فسيخ شم النسيم. بسم الله. متنسوش تحطولي لايك واشتراك في القناه، مش مشتركين وفعلوا زر الجرس. بقول كل اللي ما بيعرفش يعمل فسيخ هتعرفوا تعملوا الفسيخ النهارده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. المره دي بعمل الفسيخ لشم النسيم. المره اللي فاتت كان الفسيخ ما شاء الله ما شاء الله عسل عسل، كانك بتاكلي في شهد مش فسيخ. المره دي بقى هعمله لكم لشم النسيم. النهارده كام في الشهر؟ النهارده 9. النهارده 9/4. وشم النسيم يوم كام؟ 21؟ مش عارفه، تاني يوم 21. دوت بقى فسيخ اهو، لسه جايبه السمكه اهو. شفتي يعني عامله ازاي؟ شفتي السمكه طازه اهي زي الفل. اهم حاجه بس نضف الخياشيم دي حلو بس. لسه جايباها الوقت. وبرضو اللي ما دخلش شاف فسيخ العيد يدخل يتفرج على الفيديوين. عملنا الفيديو واحنا بيتعمل ازاي، وفيديو لما فتحنا عليه. ده الفسيخ دوت. الفسيخ دوت اكبر من بتاع المره اللي فاتت. هما بقى يدخلوا يشوفوا اللي حصل المره اللي فاتت. شايفين عامل ازاي؟ فسيخ اكبر من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان مش صغير يعني، كان وسط. ده هنعمله باذن الله، نطلعه يوم شم النسيم هناكل منه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. دي بقى اسهل طريقه لعمل الفسيخ، اسهل طريقه واحسن طريقه. هو سهل مش في حاجه، هو طريقته سهله جدا. بس المره دي 4 حتات اهم حلوين كبار ان شاء الله. يبقى مش عايزاها اهو. اي ازازه عندك بقى ايه مش عايزاها اهو، حطيها فيها كده، حطيها كده اهو كده. بتخلي راسها تحت. خلي راسها تحت اهو، هتنزل كل الميه اللي فيها. بعد كده تسيبيها بقى بالليل. النهارده ايه الساعه جالها 2:30 دلوقتي اهو. سيبها كده اهوت بالليل بتسيبها تنزل ميتها. تنزل ميتها. هتشوفوا باذن الله اهي، شايفين اهي راسها لتحت اهي، راسها تحت وهي بص ابتدت تنزل ميتها اهي. بس بقى تنشف عشان نزل ميتها وتنشف. هتلاقي نزلت ميتها ونشفت، ولا مناديل ورق ولا تنضفي فيها ولا تنشفي فيها ولا اي حاجه اهو. تمام. بتسيبها بقى يوم كامل ايه؟ لا مش يوم كامل، احنا النهارده هنعملها لكم بقى باسهل طريقه يعني. على بالليل كده اهوت هنقوم ايه حشينها وعينينها بس. بص كده احنا حطيناه في الازايز اهو. احنا حطيناه في الازايز. اي كيسه بقى، اي كيسه عندك كده اهو، اي كيسه عندك دي اللي كانوا فيها. غسلتهم حلو وحطيتها عليهم كده اهو. لغايه بقى ايه، لغايه بالليل كده ما نعملهم عشان مش تيجي عليهم حاجه. بس كده نطورها من تحت اهو. السمك كده بعد ما ايه نشف، مش نشف، بعد ما نزل ميته كده. السمك بعد ما نزل ايه ميته، شوفين ميته مش نزل ميه كتير. يلا بصوا كده الميه ايه صفت منه تماما. شايفين الميه
شاء الله. يا جماعه اللي ما حطش لايك يحط لايك، اللي ما حطش لايك يحط لايك، يعني انا ضربت تعب الواحد. ده ملح عادي، ملح ناعم اهو، ده ملح ناعم. ودي حبة شطة، هو كمية شطة مش كتيرة، لا قليلة، مش كتيرة اهي، حبة كده يجي معلقة، يجي معلقة كبيرة ممسوحة. وادي كل برضه معلقة كبيرة، برضه معلقة كبيرة ممسوحة كده. السمك دوت سمك بوري طازة كبير، غير المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كان صغير، لا يعني وسط بوري كده، أقل من بوري من وسط. الصغير أكبر من الصغير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو السمكة أهي، تحشيها من هنا بس أهو. أهو شايفين السمكة أهي، ما شاء الله. بس هي السمكة بتتحشي من المكان ده بس. هو بس الخياشيم بس اللي بتحشيها وتتك عليها كده، تتك عليها عشان تنتهي. انا بحب احط عليها كركم وشطه. في ناس بيعملوها بس بملح خشن، من غير ايه، من غير لا كركم ولا شطه. لا لا، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم الطريقه دي جدا. هتعجبكم. اصلا السمك اللي انت بتاكليه من عند بتاع الفسيخ ده، اللي احنا بنجيبه من الفسخاني ده وناكله، هم بيملحوه، بيطلعوه من البحر، لا بيغسلوه ولا حاجه، بيقوموا على طول مملحينه وحاطينه في البراميل بتاعتهم. يعني مش بيغسلوه وينضفوه زينا، لا هو اصلا في البحر بيبقى طالع نظيف، مش بيقعد شويه يوم ولا يوم بره. اهو كده اهو. ايه رايكم بقى؟ اهو وانا بحط حبه ملح كده صغيرين، يعني مش كتير زي ما انتوا شفتوا كده. واي كيس، مش ضروري كيسه بيضه ولا كيسه بيضه، اي كيسه عندك حلوه نضيفه حطيها فيه. اهو ما شاء الله كده اهو، يا دوبك ايه حب. بسم الله. ده يا جماعة بوري مش طبار، ده سمك بوري، ده سمك بوري مش طبار. بوري. الطبار بيبقى مليان شوك، ده بوري. تعرفوا منين هو بوري؟ تلاقي لحمته حمراء ومش فيها شوك. الطبار يبقى لحمته كلها شوك، زي الرنجة كده لما بنيجي ناكلها بنلاقيها كلها مليانة شوك رفيع كده. الطبار ده كده اهو، بس كده. اما ده بقى بوري. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دوت عاملينه بقى ايه، عاملينه بشم النسيم ان شاء الله. شايفين عليه حلو كده، خلي شويه خلي شويه. والحقوا برضو جربوا الوصفة عشان تلحقوا شم النسيم وتعملوه. احنا عاملينها النهارده 9 عيد 9/4 ان شاء الله. دوت هنطلب شم النسيم وهنوريه لكم ان شاء الله معاكم المره دي برضه، نوريه لكم كده واحده هنفتحه معاكم برضه. تفتحوا وناكلوا معاكم. هنفتحه وناكله معاكم زي الفيديو اللي فات. اللي ما شافوش يدخل يتفرج علينا.
المهم الفلوس القديمه اللي عندك كلها مش عايزاها، بس تكون نظيفه، لميها وحطيها فيها. يعني كده اهو بقى، مره كده ومره كده. ليه بقى مره كده ومره كده؟ لان الفسيخ دوت لما بيستوي الملح ده بيدوب وبيبقى ميه، فبينزل ميه. فانت لما بتعملي مره كده ومره كده الميه مش بتطلع من الفيس. والله اسهل طريقه انك تعملي الفسيخ، اسهل طريقه مش فيها حاجه خالص. مره على مره هتبقي استاذه فيه. اللي بيحب بقى حادق بيزود له الملح، اللي بيحبه كده مظبوط كمية جاس رهيبة. لو يكفي نحط لها فلفل. وما بيبقاش مملح، بيبقى عدد. يعني كمية الملح اللي اتحطت دي مش تملحه. لا مش تملحه، مش تخليه حادق، لا ولا عدة، تبقى وسط واقل من الوسط كمان شوية. يعني مش عادي، يعني هو يدوبك كده اهو حلو، يعني تحسي ان فيه ريحة من الوسط. مش مملح ولا لا. كمية كيس. ايوه هو اكياس كتيرة بس عشان المية، مش عشان حاجة، عشان المية اللي بتخلي الفيديو ينزل منه وعشان الريحة كمان. هيقعد كام يوم؟ هناكله على شم النسيم ان شاء الله. اول يوم شم النسيم هنفتح عليه. فالحوا اعملوه. هو كده هتلحقي تعمليه هيطلع منك ان شاء الله 100 100. نعمل كده والحمد لله كده على اكل يعني 100 تاكلي منه داخل. طريقة وايه احلى من اللي بتشتريه من بره. انضف واحلى من اللي بتشتريه من بره. انت عامله بايدك وعارفه انت عامله ايه، مش مكونات يعني، ومش مكلف حاجه، يعني مش هيكلفك حاجه. الملح عندك والكركم عندك والشطه عندك، بس مش هتجيبي حاجه من بره. سهل يعني، بتغسليه وتسيبيه ينزل ميته في الازازه، بتحطيه بالعكس راسه تحت في الازازه، وبعد كده بتحطي في خياشيم وملح بس بتحطي في خياشيم وملح وكركم وشطه بالمقادير اللي احنا حاطينها لك، يعني هو قليل على حسب ما انت عايزه برضو، بس ما تحطيش شطه كتير عشان ما يبقاش خلاص. هو كده انت عملتيه النهارده، سيبيه كميه الكياس دي وخلاص. انت كده خلاص عملتيه النهارده، سيبيه كده هو، وكمان 3 ايام بالظبط قومي رايحه روحي قلباه كده اهو. خلاص يومين قومي قلباه كده اهو، يومين قومي قلباه كده اهو لغايه لما تفتحي عليه. ليه بقى بدنك تقلبي فيه؟ عشان الملح ده بيدوب وبينزل ميه، الميه دي بتملح. بتلف في السمك كله، وهي اللي بتملح. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس. سلام.